بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. لو عندك كمية من التوم من السنة اللي فاتت أو التوم من السنة السابقة وكمية كبيرة زي ما انتم شايفين كده، التوم في نهاية الشتا بيفضى، فعايزة تقشريها بسرعة في لمح البصر. صراحة الفيديو ده عجبني جدا، وحبيت ان انا اقدمه لكم وعايزة اوريكم نتيجته في النهاية. وهتشوفوا إن شاء الله النتيجة بعينيكم، وهتشوفوا مدى نجاح التجربة، وإزاي تقشري كمية من التوم مهما كانت كبيرة أو صغيرة في لمح البصر. فتابعوا معايا الفيديو وتابعوا معايا الخطوات، خطوات سهلة جدا، وإن شاء الله يعني مش عارفة هتعجبكم ولا مش هتعجبكم. في الآخر إن شاء الله هتعجبكم، وهتعجبكم أفكارنا كمان بإذن الله. بصوا كده يا جماعة، طبعا أنا عندي كمية حوالي 6 كيلو توم زي ما انتم شايفين كده. فقلت أنا عايزة أقشرهم في لمح البصر زي ما كل الفيديوهات اللي على النت نشرة الخبر ده، انك انت تقشري كمية في كمية من التوم مهما كانت في لمح البصر. فحبيت اخد التجربة دي واوريلكم التجربة بنفسي، واثبت لكم نجاح التجربة على قناتي. بصوا كمية من التوم، طبعا انا بفصل الحبات بتاع التوم من بعض. كمية كبيرة، فبسرعة هسرع لكم الفيديو بس عشان اوريكم النتيجة اللي كل اليوتيوب بيقول عليها انها هايلة. وهل هي سريعة جدا ولا لا، وهتثبت لكم صحة التجربة دي، واحكموا انتم بنفسكم على نجاح التجربة في نهاية الفيديو. بصوا يا جماعة، دي كمية التوم كلها انا بقشر فيها زي ما انتم شايفين. انا مسرعة لكم الفيديو بس عشان خاطر ما ضيعش منكم الوقت. طبعا التوم بيبقى في اخر الشتاء، قلنا معظمه بيبقى فاضي وبيخف خالص، فخسارة بيقولوا التوم الجديد هيدخل بسعر عالي، فخسارة نرمي الكمية دي. فقلنا ان قبل ما يفضى احاول ان انا ايه اقشرهم كلهم وافرزهم عشان ما يبوظش مني خسارة. الاسعار غالية طبعا، وفي ظل ارتفاع الاسعار وارتفاع الخضار، وحتى البصل السنة دي يا جماعة مرتفع بطريقة رهيبة. مش عارفة الناس هتعمل ايه في مواجهة ارتفاع الاسعار الرهيب ده. ربنا يهدي سعر الدولار شوية وتنخفض الاسعار ان شاء الله باذن الله. ارتفاع جنوني بيقابل الناس في كل حاجة، فواجب علينا حتى احنا نحاول بأفكار سهلة وبسيطة ان احنا نواجه ارتفاع الأسعار دي. الأفكار دي هتساعدك انك انتي تتغلبي على ارتفاع الأسعار وارتفاع ده التوم اللي انا باقي عندي من السنة اللي فاتت، حطيته في المية، والمعلقة السحرية اللي هضيفها عليها والكل بيقول عليها دي اول معلقة عبارة عن معلقة من ملح الليمون، والمية مية عادية جدا زي ما بيقولوا في الفيديو بالظبط. حطي شوية مية او حطي مية عادية مش سخنة، وحطي ملعقة من ملح الليمون على التوم. وبعد كده حطي ملعقة ملح ليمون او ملعقتين، يعني انا حطيت ملعقتين، يعني كانت اول ملعقة وحطيت ملعقة تاني، وحطيت ملعقتين من الخل. وهسيب الكمية دي كلها لفترة عشان خاطر ايه تتجانس مع بعض ويأثر الملح الليمون والخل، عشان التوم بيتقشر بسرعة جدا بهذه الطريقة زي ما الكل بيقولوا على فيديوهات اليوتيوب. وهثبت لكم هل الطريقة دي صحيحة زي ما بيقولوا ولا لا. بصوا يا جماعة، انا سبت نص ساعة وجيت. طبعا انا بفرك التوم كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. بيقول لك حط التوم وسط ايديك كده وفركيه فركه واتنين، هتلاقي التوم متقشر طبيعي. حتى انا جبت الاولاد اهو، قلت يمكن انا ايدي مش مساعداني، وفركوا معايا يا اولاد عشان خاطر ايه التوم يتقشر. التوم ما تقشرش والله. انا سبت اكتر من نص ساعه، قلت يمكن هي مش نص ساعه، يمكن اكتر من نص ساعه. رحت برضو سبت شويه تاني واحاول ان انا اقشر، ابدا التوم ما تقشرش. حشت القشره الخارجيه بتاعت التوم، وفضلت القشرة الداخلية زي ما هي، ولا وفر لي في الوقت ولا في الجهد ولا في اي حاجة. زي ما حبيت اثبت لكم ان مش كل حاجة تتقال على اليوتيوب تسمعوها وتجروا وراها، وافكار غير صحيحة بالمرة، وافكار مضللة
ومش كل حاجة ممكن تتقال على اليوتيوب وفيديوهات الطبخ والتجهيزات تصدقوها. في قنوات كده بتحب تعمل، مع ان اللي عاملة الفيديو دي قناة كبيرة جدا جدا يا جماعة والله، وحصد آلاف المشاهدات بسبب الفيديو ده، ولكنه هو فيديو مضلل. انا منجحش معايا خالص الفيديو، وزي ما انتم شايفين كده. طبعا ربنا يسامحها، هضطر ان كل الكميه اللي انا غطستها في الميه دي هضطر احاول اجففها وارجع اقشرها بايديا. بوظت لي الدنيا كلها. وطبعا هو يعني هو لو هو جافف كمان القشره بتبقى طريه. كان انا لو حاولت ان انا اقشره كده، لان في نهايه الموسم بتاعته القشره بتبقى قطره، كان لو مفيهوش ميه كان هيبقى مريحني اكتر من هو فيه ميه كده. هاخده كده واحاول ان انا اجففه شويه، واحاول ان انا اقشره بايديا، وهفرمه طبعا، وهشيله في الديب فريزر. برضو دي فكرة، يعني ما تحاوليش انك انت تستني لحد ما تدخلي التوم الجديد على التوم القديم، لان التوم القديم هيفضى كامل. فلو عندك كمية كده حاولي انك انت تقشريها وتفرزيها، خسارة. كله برضو دي هتبقى عندك افكار للتوفير. ومعلش سامحوني ضيعت وقتكم، لكن حبيت اثبت لكم ان الافكار المضللة والقنوات مضللة فعلا، يعني ازاي بتضلل بعض الناس وتجيب فيديوهات فقط من اجل الربح ومن اجل الشهرة. مش كل اللي يتقال على النت ان احنا بحاول برضو تاني عشان خاطر ان انا اثبت لكم الفكرة صح. بالعافية بيطلعوا الروح واحدة بتتقشر. يعني الواحد لو كان هيقشر في الفترة دي اللي انا بفرك فيها التوم كان تقشر 50 تومية اسرع طبعا من ان انا اقعد افرك بايديا كده واضيع وقت. زي ما انتم شايفين اهو، انا بفرك اهو، بحاول تاني. ممكن ان انا غلطانه مش عارفه افرك كويس، برضو برجع افرك تاني، برضو مفيش فايده، لا هي ناجحه ولا هتنجح مع اي حد. بل بالعكس، فيديو المنشور على القنوات اليوتيوب فيديو مضلل. اتمنى انكم انتوا ما تكونوش زهقتوا مني، وسامحوني ان انا حاولت بس اثبت لكم فكره مش صحيحه وفكره مضلله. لو اول مره تدخلوا على القناه ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك. هتلاقوا فيديوهات ان شاء الله تعجبكم خالص. وانا ناوية اجيب مجموعة الفيديوهات لرمضان على وجبات السحور بالذات ووجبات الافطار، وجبات خفيفة وسهلة وسريعة وبسيطة. كل عام وانتم بخير، وربنا ينولهن جميعا يا ربي. وفي نهاية الفيديو لا يسعني الا ان استودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تجربوش الفكرة يا جماعة. في الختام الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.